السلام عليكم، مرحبا بكم البنات. اليوم ان شاء الله راح نديرو مطلوع خميره كما نقولوا، احنا نقولوا كسره خميره في الجنوب، وهنايا في الغرب يقولوا مطلوع. عندنا مقادير تاعنا، لازم نخيروا البنات في الوصفه تاع المطلوع بالذات، وما كما يقولوا في سميد مليح رطب ولونه مليح وكل شيء بيجيكم مليح باهي. عندنا ربع كؤوس، انا كيلت بالكاس هذا يدير 400 غرام. نتوما تكيلو كيما حبيتو، المهم تحبوا الدوبلي، بصح نصحكم مطلوع ما تدوبليش خاطر ما تكثروش، يعني الاخرين ديما تلقاهم يطلعوا لكم اللهم صل على محمد. ما تخبزوهمش، خليوهم بعد باش تخبزوهم كي تقربوا، هذه باش ما يخرجهمش طلوع. هنا درت ربع، قلت لكم كيسان تاع 400 غرام. عندنا هنايا ناقصين اسبوع، مهم عندنا زوز مغارف تاع زيت، ما تكثروش البنات الزيت والزبده في المطلوع باش ما يتفتلكمش، لازم يجي حاكم روحه، وفي نفس الوقت ما يجيكمش ناشف كي ديروا شويه زيت. عندي بيضه ماشي لازمه، بصح انا قاعده عندي درتها مليحه تحسن يجيكم مليح ومنفوخ كل شيء. عندي كاس تاع ماء ونحط فيه مغرف تاع عسل بيجينا اللون تاعو مليح محمر. الماء طبعا دافي عفوا. هاهي خلطوه، وتحبوا ديروا سكر ديروا، بصح العسل خير يمد لون مليح متوحد، لون موحد. انا قلت نقول لكم متوحد موحد حتى العسل توحد مسكين. ها ونلمو لموا بالماء، طبعا لازم تحصلوا على عجينه ما هي جاريه وما هيش يابسه باش ما تتعبكمش طريه. انا درت حوالي كاس تقريبا ونص، انتم على حساب السميد، كاين هذا السميد يشرب الماء، كاين اللي ما يشربش، كل وحده كيفاه تعرف سميدها. ها هو نلموه. من الاحسن نبداو نعجنوه يعني باليبوسه بيجي مليح. نحطوه في كيس كيما مالفين. انا تعرفوا هنايا ما درتش البنات لا ملح لا خميره على الاول. هنايا انا درتو، رحت حضرت الملوخيه، درت معاها ملوخيه هكا، خليته كيما هكا برك باش يتبل شويه يجيني سهل. وانت اذا حبيتي ديريه في عجانه ديريه، انا درته بيدي باش يجي الناس ما عندهمش يعرفوا كيفاه يديروه، البنات بعد اول مره ولا صغار. هنايا شوفي هذه اضافه برك، يعني تحبي تخلي غير سميد، بصح من الاحسن تعرفوا ساعات السميد ما يعودش مليح، نحسنوا النوعيه. هذا محسن عاد نخدم لولوفان. هذا درت كاس فارينه تاع 200 غرام هذاك تاعي، زدت له 2 مغارف تاع حليب غبره بودره، حليب بودر، وزدت له مغرف معمره مليح تاع خميره فوريه تاع الكسره، وزدت تقريبا نص شويه ها هو. المهم انتوما ديروا نص خير باه شويه، انا شويه بطيتها شويه في الطلوع بالعاني باش ما يخرج طلوع، بس انتوما ديروا مغرف ونص خير باش ما تبطلكمش بزاف. ومغرف صغيره تاع السكر هذيك تاع القهوه، خاطر باش درنا مغرف عسل فقط هنايا باش يحسن باه يسرع لي تتفاعل الخميره تاعنا، كما يقولوا السكر تاكل من السكر هي ومن الفارينه باش تتخمر. هنا انا على الاولى ما حطيتش فيها وجدتهم برك قدامكم، بعد كي نقرب ندير نشوف روحي راح نديرهم نحط لها الماء. انتم اذا ما درتوا ما عندكمش حليب غبره، في بلاصه ما ديروا الكاس تاع الماء اللي عاد ندير انا، ديروا نتوما كاس حليب فقط، تعوضوه بالحليب اللي ما عندهاش حليب غبره. هنايا عندي ربع مغارف صغار ثاني تاع القهوه ملح، راح نخلط معاهم الماء ونسقي به العجينه تاعي، بصح ما بعد ما نحط لولوفان هذاك باش نضمن اني ندخل كميه لولوفان كامله هذيك باش ما نخلي منها والو. هذه هي البنات، خاطر انا ثاني هذا السميد ما نكذبش عليكم، هذا السميد حتى انا اول مره استعملته. دوك شوفوا نقول لكم شحال داني الماء، بصح نتوما على حساب السميد تاعكم. ما على هذيك تفاديت اني ندير الملح هذاك الساع باش نضمن اني ندخل الكميه هذه هي الاولى، خاطر ماشي خميره ما نقدروش نخلو منها. والملح نقدر نتصرف فيه، نعاود نزيد نحط شايح وندير الماء، المهم مش كيما الخميره ما تقدريش تخلي منها. هذه نبدا عجنته هنا بنات مليح. طبعا التصوير راني مداير احنا نزربوا شويه كما يقولوا درت الفيديو تاعي مليح وكل شيء، بس حبيت نعاوده لكم هكا باش ما يجيكمش طويل بزاف. تعرفوا ديما يجي طويل خاطر ماشي حوايج هذو فيه مراحل، واختصرت شويه. شوفوا البنات هنا كنت نعجن فيه نعجن هاني قاعده نسقي بالماء دركا. هذاك كي دخلت
كميه تاع اللوفان ضمنت لحتها في العجينه تاعي. بديت دركا نلوح في الماء والملح هذاك. شوفوا البنات سبحان الله، العجينه قبل كي تعود بالمسس قوامها يكون بزي، وكي تبداي تحطي الملح تلقاها تبدا تتصلب وتيبس هك وتحكم روحها. هاي شوفوا كيفاه تولي تحول هك في يدك، تحسيها باللي بدات تحكم روحها. على هذه عجنته بالمسس. شوفي ها بصح يتعجن على الكيف. هاي برك ديري على بلاصه هكا مليحه كيما كرخامه تساعدك على الكيف في العجين، خير من القصعه تعود تحرك. وما نساوش هنا السينوج، تحبوا تزيدوا جرجلان. طاف هاي تعجني وتسقي، تعجني وتسقي باللي بوسه حتى يعود يترشق. شوفوا لو كان ما عاود تسجيل تاع الفيديو تسمعيهم هذوك الفقاعات كيف يترتقوا، روعه. تحسي روحك قاعده تلعبي باش تعجني. هاي اللهم صل على محمد. قلت لكم ها البنات. وهنا زدت مغرفه تاع خميره كيميائيه باش يزيد يجينا مليح وخفيف. زيدوا لها شويه ماء ودخلوها في العجينه. تحبوا ديروا مغرفه تاع حليب هذيك ولا صغيره خلاص نتوما وظروفكم تاع التخمر. لا عاد كوزينتك بارده ديري مغرفه مليحه، ولا عاد سخونه ديري الصغيره برك. هاني قاعده نسقي وندخل في الماء حتى نحس العجينه. وهاي العجينه قاعده ترشق. هاي انا يتسمى لو كان ما نحيتش تصويت تسجيل هذاك الاول كنت تسمعوها كيفاه ترتقي حتى تشوفوا الفقاعات بعد يخرجوا هك في العجينه. ما نقولوا حنايا بالعاميه بويطات. تبوط. هاي دير ترشق. هاي انتي تعجني وهي ترشق هكا. لازم تعجنوه مليح. هذا مطلوع التقليدي يحب العجين كيما هكا. كانوا الامهات تاعنا يعجنوه، الام تاعي تعجنو كيما هكا. ها شوف كيفاه تحسيه داير عليك. هنايا البنات دخلت كميه تاع الماء تقريبا نص الكاس. هذا بصح الكبير اللي درت به ماشي الصغير هذاك. مهم ديري حتى تحصلي على ما نقدرش نقول كميه قد خاطر ماشي كان السميد تاعك ما يديرش يجرى لك وتفسد لك. مهم من الربع حتى قريب نص تاع ماء. ها هي هنايا دخلي مغرفه الزبده. اذا ما عندكش عادي زيدي مغرف زيت برك في الاول وفراتي ولا 3 مغارف. ما يعني حتى زبده بزاف تفتتهولك لو كانت كثري يولي يتفتت لك من الحواشي تاعو. ومن بعد يعني ما هيش ضروريه تقدري ما ديريهاش. هاي هنا كي ندخل فيها مليحه البنات باش تدخل هنا. هاي العجينه طريه وفي نفس الوقت حاكمه روحها ما هيش هذيك. هاي شوفوا الفقاعات قاعده نعطيلكم فيهم. هنا الشمس ضاربه البنات درتها مع الصباح. شوفوا حتى كي جيت نصور تخرج لي هذيك الشمس هذاك الضوء. هنا يعني فرشت لها وهاني راح نقسمهم بعد ما خمرت طبعا حوالي 20 دقيقة ولا مهم على حساب قلت لكم ظروف تاعكم تاع المطبخ. تشوفوها طلعت. مهم بعينيكم راكم تعرفوا الخميرة دوبلات مرتين كما يقولوا. ها هي وشوفوا ها الفقاعات هذوك. شوفي ها هي تلموهم طبعا ما ديروش الزيت من تحت ما تلملكمش ليه. من الافضل قطعوهم ولموهم هكاك بيديكم بلا زيت. ها هي حطوهم على الطراش نتاعكم. هذا تاعي اللي شريته نعتلكم العام اللي فات في الفيديو. درته على الاخر. ما عرف شفتوهم ولا لا. وقع لي خلل في التركيب تاع الفيديو. عولت نديره في النص ومن بعد مع كيف غلطت وليت خليته في الاخر. المهم هاي هنا البنات شوفوا كي تعود العجينه تاعكم ماشي جاريه بزاف ما تعذبكمش خلاص. بلا ما ديري سميد بلا ما ديري فرينه ويجيك الوجه تاع الخميره مش مليح شهب كيما نقولوا. هاني نقرص فيها بكل سهوله بلا شي حتى حاجه. هاي فوق الطراشن عادي. هاي حتى مطرشونه من فوق ما درتهاش كيما قلت لكم يعني قبل. هاي عادي نقلب بيدي طول. مع السميد هذا مليح. هذا سميد فيه العلك هذا يجي الفطير ثاني هايل. هاي شوفي تخبزيها ما ترقيها خلاص البنات ما تخشنوهاش خلاص ثاني تجيكم فيها البابا بزاف. اللي ما يحبش البابا كيما يقولوا ما يخشنش. هي برك حوالي 1 سنتيم ولا 1 شويه. هي تبان قدامكم. هي هنايا قلت لكم. هنايا شوفوا قلت لكم كي تخلوها ترتاح هي ملوزه مكعبره. شو كيفاه تبدا يدخلها الهواء كي تبداي تقرصيها تلقى تحسي فيها هك تقول بونج في يدك. هنايا هاي بدات تطلع. هنا قلت لكم تسمى
كي تحطي صبعك تعرفيها باش تعرفيها كيفاه طلعت ولا لا. تلقاي صبعك هذا كي تربزي هذاك البلاصه تبدا تطلع هاك ليه سما يتخمرت الهواء دخل. هاي هنايا البنات ترشوا شوي فرينه. هناني ما رشيتش بصح راني عاودت ما بانت لكمش راكم بعد تشوفوا. لقيتها ما حبتش تهبط لي، عاودت رشيت على بلاطو خلاف عندي واحد بلاطو تاع كويزينيير بلا، رشيت عليه عاود حطيتها فوق وعاود لحتها به. ودرك نتوما لازم ترشوا باش ما تلصقش. وطبعا اللي تهز بيدها هاي تهز، انا تسمى ما نقدرش نهز منها. هزيت وحده كيما صورتش بيدي كيما حليتش كاميرا بصح اللي عندها اللي يصور لها تقدر تهز منه وتدي. بصح انا لو كان نهز منه تبقى الكاميرا محلوله ما تصلحش. المهم راكم على بالكم اللي صوره على بالهم كيف ما نقدرش نهز. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لازم نطفي الكاميرا ونعاود من بعد نشعلها تكون فاتت ما تصلحش. المهم ها هي شوفوا. المهم تعرفوا كل هزوا باي حاجه كيما متعودين. ها هي هنايا هاني قلت لكم هناني رشيت الفارينه باش يجيني سهل بان تهبط لي تزلق ليه كي تحطوها في الطاجين طبعا يكون هنا سخون. كي تبداي بعد قرصي حطيه. وانا الطاجين هذا شريته جديد راني طيبت فيه الكسره الخسيس قبل بالعاني باه نطيبه مليح باه تجيني الخميره مليحه. خاطر ماشي صعيب شويه الاول ما يطيبش مليح حتى يبدا يوالف باه يطيب لك الكسره الخبز هذيك المره الكسره الخسيس الاخرى باه جاتني مليح ملاح. يعني واش نتوما طيبوه الساعه مره الاولى فيه الكسره يتباعوا 65 شريته كان يبيع فيه 60 في الكرتونه البنات. يجي يخدمهم مصنع روعه. درت فيه الماء بصح ما هو يقول لك على الاول النار ناقصه ما تشوكيهش برك. على الاول بدايه بالنار ناقصه ومن بعد باش تقوي له يسخن مليح النار ناقصه. ها وهنا شوفوا كيفاه جا ما شاء الله يجي طالع وحمر. هنا البنات تحبوا تحوشيوه عادي في الطابونه ولا تديروه كيما العفسه هذيك تشويه زيت في المقله هكا وتحوشي وتدوري يسخن ويتحمر. ولا بالشاليمو كل وحده كيف تحب تحمروا. هاي طبعا يعني هنا ما صورتش بس خاطر ماش كنت مزروبه والغدا وجاو الولاد تغداو. المهم داكم تعرفوا البنات تحوشي وكل تجبد الطاجين وتحوشي كيما قلت لكم هكا وما تخليش يتحرق لك. تجبدي تقوي شويه النار باه تلحق لك هذا مش بزاف باش ما يتحرق شويه برك باه يتحوشالك. وتدوري بالسرافت في يديك وتحوشي. يعني ها هي شوفوا تعرفوا كل يعني تحوشيو الخميره. ها هي شوفوا هنايا كيف يجيكم مسامي وقلك يعود عندك الوقت وانا مزروبه شوي تعرفي يجيك روعه تسمى تخليه يطلع مليح ويجي كيما تحبي. ها والطريع الكيف. ها كيما قلت لكم تبعوا برك النصائح ما تجروهاش خلا ما تيبسوهاش خلا خاطر الخميره اليابسه تجي معجنه والجاريه تعذبكم. هذه بقاو على خير في وصفه خير.